السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوز الأهلي على ميدياما الغاني في بطولة أفريقيا ده رقم واحد، والرقم اتنين الاعتذار لمصطفى شوبير. الاعتذار لمصطفى شوبير هتكلم عليه بس في نهاية الفيديو، خليكم لغاية نهاية الفيديو هتكلم فيه. الأول هتكلم على فوز النادي الأهلي النهاردة. أنا طول عمري بقول لأي حد بيلعب الأهلي ما تستفزش الأهلي، ما تستفزش الأهلي. من طول عمر الأهلي تستفزه يكسبك. رئيس النادي الغاني قاعد يقول لك أنا هكسب الأهلي، أنا ليا مفاجأة كبيرة لجماهير غانا إن أنا هكسب الأهلي. عمل زي ما الهلال السوداني قبل كده قاعد يقول لك احنا هنكسب الأهلي في عقر داره. الهلال السعودي واتحاد جدة السعودي. ما تستفزش الأهلي، أهو في الآخر أنت اتغلبت أهو. النهارده فوز النادي الأهلي بهدف حسين الشحات بعد تغييرات اللي عملها مستر مارسيل كولر بالنسبة لإقحام عمرو السولية وكريم نيدفيد. احنا عارفين ان مروان عطية عنده تراكم انذارات، فواخد 3 انذارات، فاخد انذار فما لعبش النهارده. ده بالنسبة لمروان عطية. عمرو السولية النهارده يعتبر بداية كويسة ان هو يبتدي من اول الماتش رجله تبقى في الملعب موجودة. ده رقم واحد. فاحنا عايزين ان شاء الله الماتش الجاي بتاع كده الاهلي ان شاء الله بنسبه كبيره ضمن الصعود، لان كده بكره يانجا انفرجز هيلاعب شباب بلوزداد والاثنين عندهم 5. الاهلي كده عنده 9 النهارده، بفوز الاهلي النهارده عنده 9 بونت. كده بكره يانجا انفرجز مع شباب بلوزداد الاثنين عندهم 5، اللي هيكسب هيبقى 8، اللي هيتغلب بكره هيبقى 5، حتى لو كسب الماتش الاخير هيبقى 8. فكده كده الاهلي يعتبر ضمن الصعود. بس احنا يهمنا ان الاهلي يكسب اخر ماتش بتاع يانجا افريكانز اللي هو هيتلعب ان شاء الله 1/3 الجمعه 1/3. ليه؟ عشان خاطر نتصدر المجموعه، نبقى اول المجموعه خلاص، نبعد بقى عن متصدرين المجموعات التانية، لان احنا عارفين ان اول المجموعه بيلاعب تاني المجموعات ال3 التانيين. ماشي. اللي هو المجاميع الباقيه يعني. ماشي، ما عدا الفرق التاني بتاعه. فاحنا عايزين نتصدر عشان نبعد بقى عن سان داونز والفرق كلها اللي هي ايه تعتبر تصدر المجموعه، زي الترجي زي الوداد. فاحنا عايزين بردك ان الاهلي يبقى يبعد ويبقى طريقه ماشي، وعشان خاطر ممكن القرعه تتجنبها في الاخر، عشان يبقى ان شاء الله النهائي عندنا في القاهره لو احنا مشينا على خير. ده رقم واحد. الاعتذار لمصطفى شوبير النهارده ليه؟ وانا مع ناس كتير جدا. مصطفى شوبير انا كنت قلقان منه اول ما ابتدى يتحط اسمه مع النادي الاهلي. كلنا طبعا عارفين بقى حته ابناء العاملين وحته ان هو بالوراثه والكلام ده كله. فهو برضك معظم الناس كانت شاكه ان هو هيبقى يعني حارس كويس، لكن صراحه الراجل طلع واثبت وجوده، وكلنا بنثني على الموهبه بتاعته. الراجل في الماتشين بتاع دوري الابطال قدام شباب الوزداد والنهارده قدام ميدياما، والماتشين خارج الارض، مش مثلا بتلعبوا على ارضنا، يعتبروا خارج الارض الماتشين، والراجل طلع كلين شيت. الاحصائيه بتاعته 10 تسديدات على المرمى، 10 تسديدات، ال10 تسديدات بنطلعهم منهم النهارده كرة في اول الماتش المهاجم بتاع ميدياما لف محمد عبد المنعم وحطها صاروخ، الراجل طلعها، كانت ممكن تغير نتيجه المباراه. فانا بصراحه يعني انا يعني بعتذر لمصطفى شوبير ان انا فعلا كنت متخيل ان هو دخل بالواسطه زي بعض الحراس او زي بعض اللعيبه. الراجل فعلا موهبه وموهبه تستحق، واحنا كلنا سمعنا ان الكابتن حسام حسن بيشيد بيه وهيحطه بردك من ضمن القوام الفتره الجايه لو فضل على هذا المستوى. والراجل صراحه مأدي دوره وبزياده في غياب طبعا الشناوي. فبنتمنى ان شاء الله الاهلي يكمل الماتش الجاي على خير ويكسب، عشان زي ما قلت عشان يتصدر المجموعه، ما يخشش بقى ان هو يلعب مين او مش لاعب. الراجل بيصدر مجموعته وبيدي جاز انذار، بيدي انذار لجميع الفرق ان الاهلي ان شاء الله ناوي ان هو يحافظ على اللقب بتاعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.